تحية طيبة ومرحبا بكم أصدقائي الكرام. أسامة الصحراوي جناح أيسر جديد جاي باش يخلق المنافسة أكثر مع أجنحة المنتخب المغربي. رفض يمثل المنتخب النرويجي وفضل يمثل المنتخب المغربي، رغم أنه لم يستدعي من طرف السي وليد الركراكي أرقام تهديفية كبيرة لهذا النجم مع الأندية اللي مر منها ومستوى مهاري عالي جدا. فمن هو أسامة الصحراوي اللي تكلم عليه وليد الركراكي في الندوة الصحفية مؤخرا؟ وهل يستحق التواجد مع المنتخب المغربي؟ هادشي كامل اكثر غتتابعوا معنا في هذه الحلقه، ولكن قبل دعمونا بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا معنا اعجاب، ويلا على بركه الله. موهبتنا اليوم زاد 15 يونيو من عام 2001 بالعاصمه النرويجيه اوسلو. وصول ديالو مغربيه 100% سواء من جهه الاب او الام. اسامه بحال جميع اللاعبين بدا كرة القدم من الأحياء مع أصحابه، وبرزات موهبته الكبيرة في الحي اللي كان ساكن فيه. لذلك في سن 8 سنوات، وداك الشيء اللي كان بداية كان مع فريق مغمور من منطقة سكنية قريبة ليه ديال أسامة. دوز معاهم 5 سنوات تعلم فيها العديد من الأمور بتوجيه من الأب ديالو اللي كان ديما كيرافقه وكيشجعه. وفي عام 2014 أسامة قام بخطوة كبيرة للأمام وانتقل للفريق أكبر هو نادي فاليريانكا، خطوة كانت ناجحة 100%. أسامة تعرض لانتقادات كثيرة مع هذا النادي بحكم القامه القصيره ديالو، وهذا الشيء ما اثرش نهائيا. واسامه الصحراوي لم يستسلم، بالعكس كان مؤمن بموهبته ومؤهلاته التقنيه الكبيره اللي كان كيمتلكها، وهذا الشيء اللي خلاه يكون من افضل اللاعبين في الاكاديميه. والاكثر من ذلك قدر يقنع الاداره بالتوقيع معه لاول مره في مسيرته بعقد احترافي. اسامه نجح مع هذا الفريق بالصعود الى الفريق الاول، وخوضوا اول مباراه كانت امام ستيت بيك مع الجوله الثانيه من الدور النرويجي. دخل في الدقيقة 62 وساهم تهديفيا بتمريرة حاسمة كان في المستوى، وساعد الفريق ديالو فوز المباراة. هذا الشيء هو اللي خلاه يبقى مستمر مع الفريق الأول حتى قدر يسجل أول أهدافه مع الفريق. أما بالنسبة للإحصائيات، أسامة لعب 2453 دقيقة وساهم 9 أهداف. أما في الموسم الثالث 2021 2022 سجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، كان ممتاز في الدور النرويجي من الفرق. وهذا الشيء اللي خلى مجموعه من الفرق طلب الخدمات ديالو، وهذا الشيء اللي كان من بوابه فريق هيدرفير في ميركاتو الشتوي الهولندي بسنه 2023 بقيمه ماليه كتصل حتى 2.6 مليون يورو ومده عقد 3 سنوات. أسامة تأقلم بسرعة مع الكرة الهولندية، هذا الشيء اللي خلى المنتخب النرويجي يتنادى عليه في عدة مباريات، وكان كيدعي الإصابة، خصوصا أنه لعب مع جميع الفئات السنية للمنتخب النرويجي. واخيرا اسامه في التوقف الدولي الاخير تنادى عليه من طرف السي مدرب النرويجي، لكن اسامه هذه المره سد عليهم الباب بمره وقرر اختيار المنتخب المغربي. وحنا كجمهور متتبع كنتمناو من السي وليد الركراكي تنادي على الموهبه الصاعده. المزيد من المسرات ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتابعونا في حلقه قادمه ان شاء الله، ودعموا القناه بالاشتراك، والى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله.